النهارده كان في حاله فيها تحدي جامد جدا. الحاله دي كان شاب عنده تقريبا 40 سنه، كان عنده خصوم مضاعفه في الحوض والفخذ. تعمل شغل كويس جدا ومضه في منطقه الكحل وعظمه مشط الرجل. كان عارفين مشكله قويه جدا في الجرح اللي تحت دوت، ان هو كان فيه تكتف في معظم العظم والشرايين والاوعيه الدمويه اللي موجوده فيه. وراح كذا مكان من الجامعات قالوا له الحل بتاعك ان يكون في بتر تحت مستوى الركبه. طبعا كان في مشكله في القصه ديت. اما اتعرض علينا كان انا والدكتور ايهاب قررنا ان احنا ناخد التحدي في الحاله ديت، والحمد لله ربنا وفقنا. ثبت الدكتور ايهاب على العظم في الحوض والفخذ وعظمه الكاحل، عملنا فيها تنظيف واشتغلنا فيها على الاوعيه الدمويه بتاعتها عشان تتحسن. حطيناها على جهاز الفك ثيرابي والحمد لله جابت نتيجه كويسه جدا. والنهارده جينا عشان نحط اخر لمسه في الجرح بعد ما الجرح والعظم التئم، وثبتنا وغطينا منطقه الجرح اللي كانت موجود ديت بالجلد، والحمد لله رجل موجوده كويسه جدا. فلازم الواحد يحاول في كل حاله عشان نجيب اخرها، لان رجلي مش هتطلع تاني. الناس بتتعامل مع قرار البتر دوت لشاب صغير او حتى لو راجل كبير انه سهل، في حين ان الرجل ديت لو اتشالت مش هيجي تاني. بس الحمد لله ربنا كريم. نشوفكم حالات تانيه جديده ان شاء الله.